السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد التأكيد جل الصحف العالمية على صفقة انتقال الدون كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي، إليكم تفاصيل أغلى صفقة انتقال لاعب كرة قدم عبر التاريخ. لكن قبل ذلك نرجو الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله الكريم. وبعد، كريستيانو رونالدو صاحب 5 كرات ذهبية يتعاقد مع فريق النصر السعودي لمدة 7 سنوات إلى غاية سنة 2030 بتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، منها 2.5 عام لاعبا في صفوف فريق النصر، و4 سنوات ونصف سفيرا لملف تنظيم كأس العالم المشترك 2030 بين السعودية ودولة مصر وكذلك اليونان، براتب سنوي يقدر ب100 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز مالية تصل إلى 100 مليون يورو، مع الإشارة إلى أن الراتب سيصبح أكبر عندما سيصير رونالدو سفيرا للمملكة. وكذلك توفير قصر فاخر في مدينة الرياض يقطن به هو وعائلته، مع احتفاظ الدون على رقمه 7 الأسطوري في الفريق. كما يشار إلى أن النصر قد قدم عرضه المغري الأول مرة في 23 من شهر نوفمبر المنصرم، وبدأ الاتفاق يوم 5 ديسمبر الحالي. كما أن الاتفاق تضمن أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للاتفاق الإنفاق المالي. كما سيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف على رأس المغادرين من قائمة النصر. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن السعودية ومصر واليونان في صدد الإعلان على ملف مشترك للتقدم بطلب احتضان منافسات مونديال 2030. وبخصوص هذه الخطوة، كان رئيس الفيفا قد علق قائلا: لقد زرت السعودية ومصر واليونان، والقرار بشأن مونديال 2030 سيتم اتخاذه في مجلس الهيئة الدولية فيفا خلال عام 2024. وفي النهاية، لا تنسوا أصدقائي الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد.